نزل صاروخ على بيتي، ما ضل بيتي شيء خالص. نزل صاروخ فوق، وين كنتوا انتوا؟ الحمد لله من فضل الله كنا معنا بالبيت. حاجة تمد بيتي، اسفنجات وحرامات، يعني حتى غطا ما عندي لأولادي. أنا بحاجة خيمة. من فترة أجا واحد بده يسجن جوزي مشان مصاري، صار علي $1500 دين. يعني بده يشتكي علينا، عندنا النمو قليل، بحاجة صور هي بحاجة لعلاج؟ إيه بحاجة علاج، تحليل الغدة، تحليل سوء امتصاص، شو اسمه خزعة، يعني قال لي احتمال معش مرض من زين. مش قد ما تعبت يعني صار وزني تقريبا أقل من 40 كيلو. قبل ما تمرضي قديش كان وزنك؟ 60 كيلو. 60، نزلت 20 كيلو على المرض. ولا الحز على انزل، وانا اطعم اولادي ولا اجيب دواء حتى. انا عايشه على الرزق. على الرزق فقط؟ وجبة رز، كل يوم كاسة رز باكل، انا ما عندي شيء غير. تاكلي وجبة واحدة بس بالنهار؟ وجبة. مليون خبز وزيت ياكل. خبز وزيت. ما عندي لا حول ولا قوة. نحن باتجاه الخالة ام احمد ان شاء الله طالعين يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. بارك الله فيكم وأخلف الله عليكم وعلى أموالكم وأولادكم. فهناك مئات الحالات كأم أحمد تنتظر دعمكم ووقوفكم بجانبها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. شكرا.